السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نعمل مع بعض بقى النهاردة الجلاش بالفراخ بطريقة حلوة قوي وبسيطة وسهلة، وان شاء الله يعجبكم. هنعمله كده بطريقة مختلفة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا بقى لفة جلاش، يعني النوع اللي انت تحبيه براحتك. ومعايا هنا زبدة او سمنة. معايا هنا بقى صينية تدخل الفرن، مسكتها كده غلفتها بالزبدة كويس. بعد كده بقى هجيب ورقة واحدة من الجلاش، هدهنها كده هغلفها كلها كده بالزبدة بتاعتي. بصوا زي كده. بعد كده بقى هحط عليها ورقة تانية. بصوا بالشكل ده. هجيب بقى الفراخ بتاعتي انا معصجاها. الفراخ دي انا عملتها ازاي؟ شوحت بصل وبعد كده حطيت عليها فراخ مفرومة وتوابل اللي هو فلفل اسود وبهارات وكده، وشوحتهم مع بعض. بس انا ما حبيتش اطول الفيديو يعني، في مره هبقى اعملها لكم. بصوا، حطيت بقى الفراخ كده في قلب الجلاش وهلفه بقى زي الرول كده بالطريقه دي. بس يعني لفي بالراحه علشان ما يتقطعش منك. بصوا زي كده. هحطه بقى في الصينيه بتاعتي. خلصت بقى كل الكميه زي كده. هقطعه بقى. الجلاش لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن. بصوا هقطعه بالطريقه دي على حسب يعني الحجم اللي انت عايزاه. بعد كده بقى هغلفه بالزبده كويس. معايا هنا بقى بيضة، هنزل عليها برشة فلفل اسود وكوباية لبن او حليب زي ما بتقولوا عليه يعني. بعد كده هضربهم كويس مع بعض. هنزل بقى على الجلاش بتاعي كده بالخليط اللي انا عملته. هدخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 180، وهسيبها لحد ما تاخد لون من تحت. وبعد كده هولع الشواية، هديها لون من فوق، بس خلوا بالكم ما بتاخدش دقيقة. الوش ما بياخدش دقيقة عشان ما يتحرقش منكم. بعد بقى ما خرجت من الفرن، همشي السكينة كده على التقطيع اللي انا كنت مقطعاه كده بالراحة. بجد كانت تحفة يا جماعة بالفراخ، جربوها. بصوا عاملة ازاي مقرمشة من فوق ومن تحت. بصوا بجد تحفة، جربوها. وكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.